الفيلم بيبدأ بسفينة في قلب البحر، وعلى السفينة دي بيظهر العميل السري فين اللي بيكون في مهمة رسمية، وفجأة بتظهر سفينة حربية وبتمنع السفينة من دخول الحدود وإلا هيموت. فبيمشي السفينة وبيسيب العميل فين اللي بيكون متعلق على جانب السفينة من غير ما حد ما يلاحظ وجوده، وبتوصل السفينة الحربية لمكان مليان بالبترول، وفين بيستخدم الخطاف بتاعه وبيتعلق في الجدار بكل حرفة وبيمشي عليه وبيطلع فوق محطة البترول، وبيشوف البروفيسور صانع الأسلحة الخطيرة وهو بيتكلم عن الكاميرا اللي عملها، وبيسمعه وهو بيتكلم مع واحد من العصابة على إن الكاميرا دي خطيرة جدا ومهمة. والعميل فين بيصور الكاميرا وكل اللي بيحصل، وبيحاول انه يقرب اكتر بالخطاف بتاعه علشان يسمع ويفهم اكتر، بس البروفيسور بيشوفه وبيؤمن العربيات تقتله، والعميل فين بيتشعلق بخطافه وبيجري منهم وبيحاول يهرب، وبيخرج زيت من الكشافات وبيزحلق العربيات اللي بتجري وراه، بس العربيات بيكونوا كتير جدا وبيطاردوه، فبيستخدم الرشاش بتاعه وبيوقع كل براميل البترول وبيفرقعها بالقنابل وبيدمر المكان كله، وبيجري بسرعه وبينط في البحر وبيقدر يتحول لمركب علشان يهرب، بس السفينه الحربيه بتجري وراه وبتضرب عليه نار وبيفجروه، لكن العميل فين بيكون لسه عايش وبيحول نفسه الغواصه وطلع 4 كاوتشات علشان يفهموا ان هو مات. وبنشوف ماطم اللي بيستخدم الخطاف بتاعه وبيسحب بيه العربيات البايظه علشان يوديها للصيانه، والعربيه البايظه بيتكلم مع ماطم وبيعرفوا ان البنزين كسب بوستون 3 مرات، وبيفرح ماطم وبيجري على القريه لما بيعرف ان بنزين رجع من السباق الاخير بتاعه، وبيروح يسلم عليه وبيكون فرحان جدا لانه شافه، وبنزين بياخد ماطم وبيروح للمتحف بتاع دوك اللي في القريه، وبيقول له انه كاس البوستون اتغير وبقى اسمه كاس دوك ستون، وماطم بيقول له انه لو الدوك كان لسه على قيد الحياه كان هيكون فخور بيه جدا. وبعد كده ماطم بياخد بنزين وبيجروا على قضيب القطر، وبيروح العربيه نقل كبيره وبيزمروا وبيخدوه فبيتقلب على ظهره وبيتبسطوا جدا، وبيروح بنزين بالليل يتعشى في الفندق بتاع سالي، والعربيات رجعت تزور المكان تاني زي الاول، وماطم وهو في الفندق من جوه بيسمع في الاخبار قصه العربيه جيربوكس اللي كان في رحله استكشاف حول العالم، وفي الرحله اكتشف وقود من مواد طبيعيه غير مضر للبيئه، ومن ساعتها اخترع وقود اولانول، وعلشان يثبت للعالم ان الوقود الجديد قوي جدا هيعمل سباق ويدعي فيه كل المتسابقين المشهورين، وبيقول للمذيع ان البنزين بقى غالي على عكس الوقود الجديد، وبيعرفوا ان في السباق اللي هيعمله كل المتسابقين هيفولوا من وقود اولانول، وبيتصل بيهم فرانسيسكو بطل السباق الايطالي واللي بيبقى مشارك في السباق وبيتريق على بنزين لانه مش هيشارك في السباق، وبيقول للمذيع ان سرعه بنزين جنبه ولا حاجه، وماطن بيتصل بالبرنامج وبيقول له فرانسيسكو ان بنزين احسن سياره سباق في العالم واكيد هيكسبه وهو مغمض، وفرانسيسكو بيتريق على بنزين وبيقول له انه خايف يشارك في السباق لانه واثق انه هيخسر، وبيدخل بنزين وسالي الفندق وبيشوفوا ماطن، فبنزين بياخد التليفون من ماطن وبيكلم فرانسيسكو وبيستفزه وبيقول له انه هيشارك في السباق علشان هو اسرع منه بكتير وكمان هيكسبه بكل سهوله، فبيفرح جيربوكس والمذيع وكل اهل القريه لان بنزين هيشارك في السباق، وسالي بتطلب من بنزين انه ياخد ماطن معاه علشان يساعده، وماطن بيفرح وبيتحمس جدا وبيغير بنزين شكله وبيستعد للسباق، وبيركب الطياره مع لويجو وبيجو وماطن وعربيات تانية كلهم متجهين لطوكيو، وبيوصلوا وماطن بيكون سعيد ومنبهر من جمال المدينه، وبيروح المكان الحفله اللي هيتجمع فيها كل عربيات السباق، وبنزين بيطلب من ماطن انه يتصرف بهدوء لانه مش في نبع نجاتير، بس ماطن مش بيفهم قصده وبيتصرف على طبيعته، وبيروح يتكلم مع فرانسيسكو اللي بيتريق على بنزين، وبيجي جيربوكس اللي بيشكر كل المتسابقين على حضورهم، وفي الحفله بنشوف العميل فين اللي بيتقابل مع هول، وبنعرف انها عميله سريه وبيركبوا الاسانسير مع بعض، وبتقول انهم لسه ما يعرفوش الكاميرا اللي هو صورها دي بتعمل ايه، وبتقول ان الاقمار الصناعيه اكتشفت ان محطه البترول اللي هو كان فيها موجوده تحت اكبر مخزن بترول في العالم، وبتقول له انهم هيقابلوا كمان شويه عميل سري قدر يصور العربيه اللي مسؤوله عن حقول البترول، وماطن بيكون بيتمشى في المكان وبيجرب الاكل الياباني، وفي نفس الوقت ده جيربوكس بيشكر بنزين لانه هيشارك في السباق، وماطن بيجي وهو بيصرخ بصوت عالي وبيشرب من الميه بسبب ان الاكل اللي اكله حراق، وبيقول للكل انهم ما يجربوهوش، وبيضحك عليه الكل بسبب تصرفاته الغريبه، وبنزين كمان بيتضايق من تصرفاته، وفجاه ماطن بيخرج زيت وده معناه انه عربيه قديمه وبيتسبب في احراق بنزين، فبيطلب منه ان هو يروح يعمل صيانه وبيعتذر لجيربوكس عن اللي حصل، وماطن بيدخل الحمام ومتطور جدا ومستغرب من نفسه لان دي اول مره يخرج زيت، وبيدخل عربيه قديمه الحمام وفجاه بيغير شكله وبيكون هو ده العميل السري اللي معاه الصور، وبيبعت العميل GPS الهول عشان تروح تقابله، وفجاه بيجي عربيات بتهاجم العميل وبيدمروه قبل ما ياخدوا منه الصور، ماطن بيفتح الباب وبيعطلهم وبيقول لهم ان محدش يستخدم الحمام علشان شكله بايظ، والعميل بيستغل الفرصه وبيزرع في ماطن الجهاز اللي فيه الصور، وبتقابله هول وبتفكره ان هو العميل السري، وبتتكلم معاه وبتقول له عن كلمه السر، وماطن كالعاده بيهبد وبيقول اي حاجه وبتطلع صح، وهول بتقول له انها هتقابله بكره في حلبه السباق، وماطن بيفرح جدا وبيفكر ان هول معجبه بيه، وفي الوقت ده العصابه بتكون قبضت على العميل وبيمولوه بوقود اولانول، والبروفيسور بيقول له ان الوقود لما بيتعرض للاشعه فوق البنفسجيه بينفجر على طول، وبيطلع الكاميرا اللي بتكون بتصدر ضوء فوق الاشعه البنفسجيه، وبيوري له صور كل العربيات اللي في الحفله، وبيعرف من رده فعله انه ماطن هو اللي معاه الصور، وبيشغلوا الكاميرا لاعلى مستوى وبينفجر، وبنشوف المعلقين وهم بيشرحوا السباق اللي هيكون مكون من 3 مراحل، مره في اليابان والمره الثانيه في ايطاليا والمره الثالثه في بريطانيا، وبيبدا السباق بسرعه عاليه جدا، وبنشوف بنزين وفرانسيسكو بيعدوا من المتسابقين وبيوصلوا للمراكز الاولى، وهول والعميل فين بيستغربوا من وجود ماطن في الصيانه، وبنشوف بنزين اللي بيجري بسرعه عاليه عشان يلحق فرانسيسكو اللي في المركز الاول، وماطن بيفكروا بحركه
الدك اللي علمها له، وفعلا بنزين في الملف بيفرمل على التراب وبيكون المركز الاول، وبيوصلوا للطريق المتسفلت وفرانسيسكو بيجري بسرعه عاليه علشان يلحق بنزين، والعصابه في الوقت ده بيشغلوا الاشعاع وبيفجروا عربيه من السباق، وبيشوفوا ماطم وبيتحركوا علشان يقتلوه، وهول بتشوف ان في عربيات كتير في اتجاهها لماطم فبتطلب منه انه يتحرك عشان تقابله، وماطم بيسالها انه يتحرك لانهي طريق، وفي الوقت ده بنزين بيفكر ان ماطم بيتكلم معاه فبيخرج بره الحاره وفرانسيسكو بيعديه وبيبقى الاول، وبيخرج ماطم بره السباق اصلا وبيدور على هول وبيجي فين بسرعه وبينقذه وبيدمر العربيات اللي من افراد العصابه، وماطم بيكون واقف مش فاهم اي حاجه، وبنشوف بنزين اللي بيجري بكل سرعته عشان يجيب فرانسيسكو، بس فرانسيسكو بيفلت وبيكسب السباق وبيكون المركز الاول، وماطم بيسال هول هتيجي امتى، فهول بتقول له انها هتقابله بس بعد ما العصابه تمشي، وبنزين بيجي لماطم وبيساله ليه خلاه يطلع من الحاره اللي هو كان فيها، وماطم بيقول له انه كان بيتكلم مع صاحبته هول والكلام ما كانش ليه خالص، وبنزين بيزعق لماطم وبيقول له ان هو غلطان انه وثق فيه، وكمان بيقول له انه مش محتاج مساعدته، وماطم بيحزن جدا وبيقرر انه يرجع نجع ريداتير، والمعلقين بيشرحوا لنا ان في 3 عربيات الموتور بتاعهم ولع في السباق وممكن يكون السبب وقود اولانول الجديد، وبنشوف ماطم في المطار وهو حزين بسبب انه خسر بنزين السباق، وبيجي له العميل فين متنكر في عربيه بوليس وبياخده معاه، وهما بيتكلموا بيشوفهم فردين من العصابه وبيطاردوهم، وفين بياخد ماطم وبينط من الشباك عشان يهربوا، وفين بيخلي ماطم وش للطريق وبيخرج عربيات صغيره وبيقلب واحد منهم وبيضرب صاروخ وبيفجر الصاروخ اللي بيطاردهم، وبتيجي هول بالطياره اللي المفروض هيركبوا فيها، وفين بيسحب ماطم وبيركبوا الطياره في اللحظه الاخيره، وفي الوقت ده بنزين بيقرا الرساله اللي سايبها له ماطم وبيقول له فيها انه بيعتذر له على اخطائه ورجع نجع ريداتير، وفي الطياره هول بتسحب الصور من الجهاز اللي موجود في ماطم وبيشوفوا الصور مش واضحه ومش واضح مين هو رئيس العصابه، وماطم بيقول لهم ان الموتور ده وحش جدا وقديم بس صاحبه مركب قطع غيار اصليه، وفين بيفرح جدا وبيقول لهم انه عارف مين اللي بيبيع قطع الغيار دي، وبيقول للطيار انه يوصلهم لباريس، وبيوصلوا لباريس وبيقابلوا التاجر وبيسالوه عن الصور بتاعه الموتور، وبيقول لهم ان لسه بايع قطع غيار لعربيات قديمه عندهم اجتماع في ايطاليا، وبيقرروا ان هم يرجعوا لايطاليا عشان اكيد زعيم العصابه هناك، وهم في القطر اللي بيوصلهم لايطاليا بيشوفوا فيديو للعربيات القديمه اللي تركب لهم قطع الغيار، وبيشوفوا عربيه ونش زي ماطم، وبتيجي فكره لهول انها تغير شكل ماطم عشان يقدر يتجسس عليهم ويكون واحد منهم ويعرف مين هو رئيس العصابه، وبيحطوا له الجهاز اللي بيغير شكله بكل سهوله، والعميل فين بيقول له انه هيزوده بالاسلحه عشان لو اتحط في اي ظرف خطر، وبنشوف بنزين اللي بيكون وصل لايطاليا وبيوصل لاهل لويجو وبيجو اللي بيفرحوا جدا بلقائهم، وبيروح عم لويجو لبنزين وبيساله هو ليه متضايق، فبيحكي له بنزين وبيقول له عن اللي حصل مع ماطم، وعم لويجو بيقول له مش مهم انهم يتخانقوا، وبيقول له كمان ان الصديق اغلى من كنوز الدنيا كلها، وبنشوف المعلقين اللي بيتكلموا عن السباق وبيجي جيربوكس اللي بيقول ان وقود اولانول نضيف جدا وما فيهوش اي مشاكل، وبنزين بيستعد للسباق وفرانسيسكو بيستفزه وبينطلق السباق، وهول بتروح للعربيه اللي شبه ماطم وبتطلب منه مساعده عشان في عربيه عطلانه، وماطم بيتنكر في شكل الونش ده وبيقف مع افراد العصابه، وبيدخلوا الاجتماع والبروفيسور بيجي وبيقول لهم ان الزعيم مش هيعرف يجي، وبيكلمهم الزعيم من الشاشه ومش بيكون باين منه حاجه غير الموتور، وبيقول لهم انه مش هيعرف يجي بسبب ان عنده عطل، وبيقول لهم انهم هينتقموا النهارده من كل العربيات اللي اتريقوا عليهم لانهم عربيات قديمه، وبيوروهم المتسابقين وهم بينفجروا بسبب وقود اولانول، وهول بتشوف مكان الكاميرا اللي بتدمر العربيات فبيتحرك فين وبينط من فوق الاسطح عشان يطلع له، وبيوصل بس بيطلع فخ وبينسحب بالمغناطيس، وفي الاجتماع الزعيم بيقول لهم ان كل العربيات هتكره الوقود الجديد لانه خطر وهيرجعهم يستخدموا البنزين من تاني، ولان هم عندهم اكبر احتياط وقود في العالم فكل العربيات هتكون تحت سيطرتهم، وبيستخدموا الاشعه وبيفجروا معظم العربيات في السباق، وبنزين بيعدي بسرعته من فرانسيسكو وبيكسب السباق، والاخبار بتقول ان محدش وصل لخط النهايه غيرهم هما الاثنين، وجيربوكس بيقول ان مش هيجبر المتسابقين في المرحله الاخيره انهم يمولوا من وقود اولانول، وهول بتحاول انها تنقذ العميل فين بس بيقبضوا عليها افراد العصابه، وماطم في الاجتماع بيلاقي بنزين على الشاشه وبيقول انه هيمول في السباق الاخير من وقود اولانول، وزعيم العصابه بيقول للبروفيسور ان بنزين لازم يموت، وماطم لما بيسمع كده بيتخض وبيخبط الجهاز وبيتكسر وبيغير شكله وبيتكشف قدامهم، بس قبل ما العربيات تهاجمه بيخرج الرشاش بتاعه وبيضربهم وبيدمر كل شيء، وبيستخدم الباراشوت وبيهرب وبيطلع خطافه وبيمسك في المركب عشان يروح لبنزين ويحذره، بس بيقع والعصابه بتقبض عليه وبيدخلوه في المقطوره وبينيموه بالغاز، وبيفوق ماطم وبيلاقي نفسه مربوط، وهول وفين مربوطين هم كمان في الترس بتاع ساعه لندن، وافراد العصابه بيجوا وبيجهزوا الكاميرا عشان يقتلوا بنزين، وبنوصل للحلبه وبنشوف بنزين مع كل اهل القريه اللي بيدوروا على ماطم لانه ما رجعش لنجع ريداتير، وبنزين بيكون عاوز يسيب السباق ويدور على صاحبه بس سالي بترفض وبتقول له انه يركز في السباق وهم هيوصلوا له، وجيربوكس بيجي وبيشكر بنزين لانه مول من وقود اولانول وبتمنى له المكسب، والملكه ايزابيل بتعلن عن اطلاق السباق، وكل العربيات بتجري بسرعه وبنزين بيكون في المركز الاول وفرانسيسكو الثاني، والعصابه بيوجهوا الكاميرا على بنزين وفي اعلى مستوى بس مش بيجرى له اي شيء ولا بينفجر، والبروفيسور بيطلب منهم انهم يستعملوا الخطه البديله، وبيسيبوا ماطم وفين وهول وبيمشوا، وماطم بيستخدم الرشاش وبيقطع الحبل وبيروح عشان يساعدهم، والعميل فين بيطلب منه انه يروح يحذر بنزين من العصابه وهم هيعرفوا يخرجوا، وماطم بينطلق عشان يروح يحذر البنزين، وبتستخدم هول الخطاف بتاعها وبتحول الساعه للعكس وبتقطع الحبل اللي بينهم فبتتحول لطياره عشان تنقذ بنزين، بس بيكتشفوا ان العصابه
هم اللي خلوا ماطم يهرب، لانهم زارعين فيه قنبله وبمجرد ما يقرب من بنزين هيفجره، وبيخرجوا بسرعه عشان يلحقوا ماطم. بس ماطم بيكون وصل للحلبه عشان يحذر بنزين، بس فين بيتكلم مع ماطم وبيقول له ان القنبله مزروعه جواه، وبيجي بنزين وبيفرح برجوع ماطم، وماطم بيحاول يهرب عشان ما ينفجرش، وبنزين بيجري وراه عشان يعتذر له، وبنزين بيقرب جدا من ماطم، وبروفيسور بيدوس على الزرار بس مش بينفجر لانه بعيد عن الاشاره، وبنزين بيتشعلق في الخطاف بتاع ماطم، وماطم بيستخدم النفاسات وبيخرج بره الحلبه، والبروفيسور بيكون رايح بنفسه عشان يقضي عليهم، بس فين بيمسكوا بالخطاف، فبتظهر سفينه كبيره وبتسحبهم بالمغناطيس، بس فين بيخرج قنابل وبتمسك في المغناطيس وبتفجر السفينه، وهول بتوصل وبتضرب العربيات اللي ورا ماطم، وبنزين بيتصدم لما بيعرف ان في قنبله مزروعه جوه ماطم، وفين بيجي بالبروفيسور وبيقول له انه يعطل القنبله، بس بيقول لهم ان القنبله معموله ببصمه صوت الزعيم، وبيبدا العد التنازلي، وبتوصل العصابه من كل مكان وبيحاصروهم، بس بيجوا اهل نجع ريداتير وبيهاجموا العصابه، وهول بتطير وبتخبط العربيات في بعض، وفين بيربطهم ببعض وبيدمرهم، وبيجو بيجي عشان يفك القنبله بس مش بيعرف عشان المسامير قديمه، وماطم بيفك كل حاجه وبيسحب معاه بنزين وبيجري وبيشغل النفاذات وبيستخدم الباراشوت وبيطير هو وبنزين، وبيروح ماطم للملكه ايزابيلا وبيحاصروهم لما بيعرفوا انه مزروع فيه قنبله، وبيقول لها عن جيربوكس ان هو السبب في كل اللي بيحصل، وهو اللي خرج زيت في الحفله لانه مغيرش الموتور بتاعه زي ما قال، وبيقول لهم انهم لو فتحوا الكبوت بتاعه هيشوفوا نفس الموتور اللي في الزعيم، وجيربوكس بينكر كلامه وبيقول له ان هو اللي اخترع الوقود الجديد واكيد مش هيدمر سمعته، بس ماطم بيرد عليه وبيقول له ان هو اللي كان مغير صوته واخترع الوقود ده عشان يدمر بيه العربيات لانه عنده اكبر احتياط بترول في العالم، وبكده يقدر يسيطر على العالم كله، وقبل ما القنبله تنفجر بثانيه جيربوكس بيقول للقنبله تتعطل، وبيطلع كلام ماطم صح والشرطه بتقبض عليه، ولما بيشوفوا الموتور هو نفسه اللي في الصوره، والملكه ايزابيلا بتشكر ماطم وبتكرمه وبيرجعوا كلهم لناجع ريداتير تاني، وفول تانك بيقول لبنزين انه ما انفجرش لانهم فولوه من البنزين العضوي بتاعهم مش وقود اولانول، وبعد كده بيعملوا سباق في نجع ريداتير وكل المتسابقين بيجروا، وبيعدي بنزين من فرانسيسكو وكل العربيات بيفرملوا على التراب زي دوك ما كان بيعمل، وماطم بيودع العميل فين وهو بيديله النفاسات هديه منهم. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه عشان نستمر في كل جديد. انا احمد ويلا، واللي كتب السكريبت ده القائد محمد عوض.